أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة صغائر مع الكبائر ومن دمائر غافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما ربي اكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وسف خلدا لي قل لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن وتعصما قلمي يا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشر كل من يتوب ولزواهر أب مع الغيب قبول نكون بي طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم بحق وجه الله الكريم صل وسلم وبارك على وسيلة قائل هذه الأبيات المباركات سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل كلية قائل هذه الأبيات وغيرها مقبولة مرضية آمين يا رب العالمين أبدا يا مكرم الضيف جارا كان أو زارا يا ماحيا عن خدي من قبل أو زارا يا مكرم الضيف جارا كان أو زارا يا ماحيا عن خدي من قبل أو زارا ناداك في البر بعد البحر خادمكم واليوم قلت له بالله ما اختارا أكرمته بقراء أمن وتكرمة فهذا عن جملة الأسواء أستارا خليته عن سوى الرضوان قبل كما حليته بمنى الدارين مبرارا بك انتهى سيره لله مرتضيا عنكم وقد حاز أنوارا وأسرارا أما انتهى من شقاء فائزا أبدا خلا وحبا لكم لا يدخل النار نال المنى مع صفا ما بعده كدر من مشتر منه عند البحر دينارا منه اشترى الله كحيث انتهت أبدا كما له قاد ما يهواه أوتارا ولا اللعين بياس منه منصرفا وكل ما فيه ضر دب أوتارا لغيره ينتحي إبليس في أبد كفاه ربك تخمينا وكدارا أنت النبي الرسول المصطفى على من صلى عليك الذي التفضيل قدارا إني لجارك يا خير الورى أبدا عليك سلم من كل له صارا صلى وسلم باق لا شريك له عليك يا من به لي قدت أنصارا لي قدت مطلبتي قضيت لي أربي
محوت عني قبل اليوم أوزارا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قد استهل رمضان المعظم، اللهم إن حبيبي وخليلي شهر رمضان قد استهل علي يوم الاثنين عام 15 و300 وألف، ورحبت به وسلمت عليه بهذه القصيدة، فتقبلها مني وبارك لي فيها، واجعلها فوق ظني في الدارين. اللهم رب رمضان سلم لي رمضان، وسلمني لرمضان، وسلمه مني وسلمني منهم، واجعله متقبلا. يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد، أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد. يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد، أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد. لا زلت ضيفا كريما زائرا أبدا، مكرما بقرى الطاعات والسدد، معزما عند رب لا شريك له، وعند أهل التقى والعلم والرشد. لا زلت ماحي أو زار وقاضي أو طار وتارد أخيار من الخلد، وسافدا كل شيطان بما معه، ومتحفا لذوي الإحسان بالصبد، ومذهبا كل أحزان نضيق بها في الدهر أفئدة يا مذهب النكد، وزائدا كل عام ما نفوز به من جود مغن كريم من نافع الزيد. يا شهر رب الكريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد. إني أحبك حب الذات ذا طلب من مالكي فيك إسعادا بلا أود، ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن الأحد. إليه قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك، فاشهدني بترك ددي، لاشهد بأخذي كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد، واشهد بحبك حب الذات يا أملي، وكن حبيبي يوم الهول والكمد. إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فآلا وترحيبا بلا عدد. إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر الله تبارك وتعالى زوار ناظم هذه القصيدة وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان عام الجزم. هذا الذين حافظوا على صيام شهر به أغلق باب للإيام، يرون أفضل فطور في القبور وفي القيامة من المغني الكبير. شهد خالق الورى للصائمين في رمضان برداه القائمين، هباتهم عند الإله وافرة، نالوا المنى في درجات الآخرة. رد لغيرهم عذاب النار بغير درهم ولا دينار، رفعهم برمضان الرافع، نفعهم بالصلوات النافع. مد لهم من النفوس الباقي
ذو الأراضين السبع والطباق ضيافة الباقي لدى الجنان تمحو عنا الصوم بامتنان ضيافة الباقي لدى الجنان تمحو عنا الصوم بامتنان أجر الذي ما عنده لا ينفد أجر كبير ما تراه نفد نفع صيام الشهر في الدارين يكفيكم العارين والنارين عبدتم الله الكريم الأكرم بخير شهر قد يقود الكرما إلى سواكم تنتحي النيران يوم القيامة كذا الخسران ملكتم النفوس في النهار ينحى لغيركم ذو انتهار أبواب جنات النعيم فتحت للصائمين والجميع فتحت أبواب جنات النعيم فتحت للصائمين والجميع فتحت لكم لدى الفطور واللقاء يا قوم فرحتان بارتقاء ستعلمون أن ربكم كريم وأن عنده أجورا لا تريم سكتم الله على شهر الصيام ستدخلون الجنة دون أيام بهذه الأبيات وأخرجها إليهم لتكون فطوركم يوم العيد والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله اكفني الأقدار يا الله صف البقاء به لي فيك يا الله. بسم الإله اكفني الأقدار يا الله صف البقاء به لي فيك يا الله. يا من له الأمر يا من لا شريك له وسع وملك واكنق فيك يا الله. واجهتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوزي بما شئت في دنياك يا الله. أنت الرحيم الذي أرجو برحمته أن لا ألاقي ضرا منك يا الله. ملك يميني وقلبي سل يا ملكي بلا حساب بجود منك يا الله. قدست سري يا قدوس مرتديا عني وعنك رضيت الدهر يا الله. أنت السلام الذي سلمت كل يمين عيوب نفسي بطي منك يا الله. يا مؤمن في جناب الضر مع قدر وهب لي الأمن في الدارين يا الله. وبالمهيمن لشهد بشرائك ما قد بعت سرا إلى الجنات يا الله. أنت العزيز الذي أبغي بعزته عزا يخلد للتكريم يا الله. أجبرت لي إنك الجبار دون لقاء كل العدا بالذي لاخترت يا الله. كفيتني كل ذي كبر بلا كلف يا متكبر رد الكل يا الله. يا خالق الخلق لخلق ما أشاء أبدا بالبشر والصف والرضوان يا الله. يا بارئ الخلق قد للنفع دون أذى وقد لي الأجر للجنات يا الله. أنت المصور قلد للنبي بشرا وصورا لي دون المكر يا الله. غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لجهد بشكر يا غفار يا الله. قهرتني يا رب أعدائي بلا سبب مني حمدتك يا قهار يا الله. وهبت لي منك سؤلا فاق مسألتي فلك شكري يا وهاب يا الله. لي قد أسمان لك يا من له عمري وقلت للرزق يا رزاق يا الله. فتحت لي كل باب كنت فاتحه
لأوليائك يا فتاح يا الله علمتني الغيب حتى صرت منتبها أنت العليم الذي علمت يا الله قبضت يا قابض الأسواء ونصرفت لغير نحوك الأقدار يا الله بسطت يا باسط الآمال لي برضا فاذكر مباسطة الدارين يا الله خفضت يا خافض الأعداء لي ومضوا لغير نحوي بخفض منك يا الله خفضت يا خافض الأعداء لي ومضوا لغير نحوي بخفض منك يا الله رفعت يا رافع الدارين مرتبتي بلا انخفاض بفضل منك يا الله أنت المعز الذي لازمت عزته قلا معزا وحبا فيك يا الله أنت المذل الذي ذلت لعزته الإنس والجن والشيطان يا الله أنت السميع الذي ناجيته زمنا وبالمسرات لي قد جدت يا الله أنت البصير الذي لي قاد جملة ما لغت الدنيا وأخرى منك يا الله حكمت يا حكم الباقي بكوني ذا فوزي بما غاب من بشراك يا الله عدلت يا عدل أعدائي بغير نقام ولا درار ولي قد كنت يا الله أنت اللطيف الذي لطفت به أبدا لطفا عجيبا يزيد الفكر يا الله أنت الخبير الذي عاينت خبرته وقلت لي منك علم الغيب يا الله أنت الحليم الذي زهزهت جملة من لم تدهم لي لغير الدار يا الله أنت العظيم الذي بانت عظامته لي قد فضلا عظيما منك يا الله أنت الغفور الذي لي قد مغفرة مهد ويابي رديت عنك يا الله أنت الشكور الذي كلي لديك رضا ولي شكرت جميع السعي يا الله أنت العلي الذي أعليتني أبدا بغير مكر ولي حللت يا الله أنت الكبير الذي بانت كبارته لي قد منك كبير الأجر يا الله أنت الحفيظ الذي وجهت في أبد إلى سواي العداء والضر يا الله أنت المقيت الذي قلدتني رغدا بلا حساب إلى الجنات يا الله أنت الحسيب الذي قد اكتفيت به عن العداء والأذى والكد يا الله أنت الجليل الذي ساقت جلالته إلى سوانا العداء الدارين يا الله أنت الكريم الذي قد قلت لي كرما دنيا وغرى مع التبشير يا الله أنت الرقيب الذي بانت صيانته كليتي أنت والرضوان يا الله أنت المجيب الذي انقادر بغير عنان إجابة منك لي اخترت يا الله وإنك الواسع الباقي ولي أبدا وسعت توسعة بالعتق يا الله أنت الحكيم الذي أطلقتني لسواه ما ساني ومحوت السوء يا الله أنت الودود الذي انقادت مودته لي سرمدا بالرضا والقطب يا الله أنت المجيد الذي بانت مجادته وقلت لي منك مجدا فاق يا الله وإنك الباعث المبقي بلا ضرر كفيتني جملة الأقدار يا الله أنت الشهيد الذي انقادت شهادته لي باشترائك مني ذاك يا الله
يا حق لشهد بحق وامحو جملة ما لم ترض لي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب يا ذا الخلق يا الله أنت القوي الذي قويتني برضا في السر والجهر يا ذا الأمر يا الله أنت المتين الذي قد كنت لي بمنن أنت المتين الذي قد كنت لي بمنن ولا توجه للمكروه يا الله أنت الولي الذي لا أبتغي بدلا به ولي كنت بالتامين يا الله أنت الحميد الذي وجهت لي نعما بلا غرور وغير المكر يا الله يا محصي الخلق والأشياء جملتها كفيتني الضر ما أحصيت يا الله يا مبدع الخلق يا من لا توجه لي ما لا أحب رضيت عنك يا الله معيد أحمد عوج قلت لي كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري بصف العمر يا الله مميت قد تقد موتي للعدا ولكم مكاره سقط في الدارين يا الله يا حي حمدي وشكري مع رضاي معا مني يأخذ دون سقط منك يا الله قيوم قد قلت لي ما كنت لي قيوم قد قلت لي ما كنت أطلبه بغير كسب إلى الجنات يا الله أوصلت لي واجد الأثمان دون عنن لك الوجود الذي لي بان يا الله يا ماجد اجعلني الدارين معتليا بغير كبر وعجب ربي الله يا واحد اجعلني الدارين منفردا مع المنى بعزيز منك يا الله لك التجائي بما لاختير يا سمدين بشرا لجملة من أحببت يا الله أرديت يا قادر المغزول مندفعا إلى سوانا لك التحميد يا الله رزقتني الحج طيا أنت مقتدر مع الجوار وزور فيك يا الله أنت المقدم قدمني هنا وغدا على كثير من الأخيار يا الله أنت المؤخر أذهبت العدا ومضوا إلى سوانا مع الخزيان يا الله وإنك الأول اجعلني هنا وغدا في السابقين بفضل منك يا الله يا آخر اجعلني الدار نزار تب وسف عمري إلى الجنات يا الله يا ظاهر ارزقني المامول مرتديا عني وأظهر بي القرآن يا الله يا باطن ارزقني الأسرار زامنا واجعل فؤادي ظرف الذكر يا الله هب لي بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا ومن واليت يا الله يا باطن ارزقني الأسرار زامنا واجعل فؤادي ظرف الذكر يا الله هب لي بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا ومن واليت يا الله وإنك المدعى لي سعداك معا إلى سوى خد الدر الدار يا الله وسع وأطلق وأعتق دون مفسدة ولستجب دعوتي يا بر يا الله علي تبت محوت الذنب جملته دهرت كل يا تواب يا الله أنت الذي من عدى الإسلام منتقم ولانتقمت بما لاخترت يا الله أنت العفو الذي عني عفوت بلا
إبقاء عيب هديت الكل يا الله أنت الرؤوف الذي عاينت رأفته ولا توجه للأعداء يا الله يا مالك الملك لي وسعت دون جوان في الملك والملكوت الدهر يا الله يا ذا الجلال وذا الإكرام هب لي ما لغتت دنيا وأخرى منك يا الله قل لي يا مقسط المطلوب حيث أرى قلا وحبا مع الرضوان يا الله يا جامع جمع لي الأغراض مرتديا عني بكونك لي في الجمع يا الله أنت الغني الذي لا ينتمي غرض إليك هب لي ما أحتاج يا الله أغنيتني إنك المغني بلا سبب فسرمدا ليكن بالفضل يا الله أعطيتني إنك المعطي من الكرماء كفيتني جملة الأعداء يا الله منعت يا مانع الأسواء من قبلي ولا توجه لي ما ساء يا الله منعت يا ضر مني الضر في أبد ولا توجه للإضرار يا الله لي قلت في كل شيء نفع ذي كرم يا نافعا لذوي الإيمان يا الله نورت يا نور كلي صافيا أبدا كفيتني ظلما أشياء يا الله قد قلت لي منك يا هادي هداية من قد صاحب المصطفى المختار يا الله أنت البديع الذي بانت بدائعه قد البدائع لي بالأجر يا الله لي صف عمري يا باقي بخير رضا ودقني بكتاب الله يا الله لي قد جملة ما لقت من منن وراثة وارث الأموات يا الله أنت الرشيد الذي أرشدتني برضا في كل شيء مع التبشير يا الله أنت الصبور الذي وجهتني ثمنا وقد ذهبت بما آباه يا الله واذكر الله في أيام معدودات وجهت كل ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله وقال يضر تكريما ووجه لي نفعا بلا كلف فالشكر لله الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي فكلي طاب في الله الله أذهب ما يدعو أذى لسواه مغتير لي عند رب الأكرم الله له الوجود الذي قد زانه أقدم مع البقاء وغير الله لله له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله هو الكريم الذي لانقاد دون عنن ما اختار لي عنده فالأمر لله فهذا القلامي بذكر الله مزمن وفاز كل في الدارين والله
يقودني الله في الدارين مرتديا عني مرادي قود الباسط الله أفنى قلاتي بلا توجيههم أبدا إلى جهات ذا أجر لدى الله يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة رسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد خير من غابوا ومن خدروا والآل وصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي مددت لله رب العالمين يدي ومد لي من فضل الواسع الله أم مالك نافع بر رضيت بلا سخط وعن قائد لله بالله دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كل طاعة الله وجهت كلي لمن يغني بلا سبب عن الأذى راضيا عن ذي الورى الله ديني إلى الجنة الإسلام وهو على دينا سواه ذا نص من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب الله وعلى المشتاق لله الحمد والشكر والرضوان من خلدي وجثتي في اغترابي ثم في بلدي لمالك واسع عني نفع ضرري وساق لي وتري فضلا بلا كمد وهو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن هذا الأعادي كما يعلي بلا عمد بحفظه صانني وحدي وكرمني بلا سحاب وخولي كل ذي حسد حما فؤادي عن ميل لمن كفروا وأرادهم ليطرا حافظا جسدي لو شكوري في سر وفي علن نعم النصير الذي قد جل عن قودي له تعالى قلامي وهو يلهمني مجاهدا لذوي التثليث والعدد قد أخرجوني من أرضي لبغضهم خير الورى المصطفى والكل ذو ضمد قد أخرجوني من أرضي لبغضهم خير الورى المصطفى والكل ذو ضمد من ساء كونه خير الورى فله عار ونار وأنكال لدى الصمد من لم يحب رسول الله سيدنا محمدا سيد السادات ذا المدد فجاهل غر بنيانه ويرى في البر والبحر خزيانا مع البدد يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا من به لإلهي قد أمد يدي صلى عليكم بتسليم بمن معكم ربي ولي جاد بالإسعاد والزيد وقادني بكذا أمن وتكرمة من الأعادي بلا بطء إلى بلدي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كون لي اليوم نصرا عز مولاي وتكشف الحجب عني هب لي الآيات كون لي اليوم نصرا عز مولاي وتكشف الحجب عني هب لي الآيات
تواب لاغفر ذنوبي وامحو كل لغن عني وكن لي في الدنيا وأخرايا بكونك الواحد القهار رد لي يا رب العدا وتقلد فيك بشرايا أنت الإله الذي تعلي وترفع من قد شئت فتطيب فيك محيايا لك السماء والأراضي والهواء معا إني أذى الكل وتغلط مزايايا لك السلاطين طرا والملوك كذا أتبعهم ليرضم قبل لقيايا هب لي تلازم ما ترضاه من عمل ومن مقاد وقد عند مغنايا لك البرايا جميعا والبلاد فكن لي يا إلهي في داري وطوبايا انصر جنابي وخذني لي أطب عمري بما تحب واحسن فيك تقوايا غنيت بالواحد القهار عن زمر وكان لي ونفع فقري وبلوايا غنيت بالواحد القهار عن زمر وكان لي ونفع فقري وبلوايا له توجهت ذا شكر له أبدا وأرتجي منه ما لم يحوي شروايا بكوني القادر القهار مقتدرا أرجو تلازم ما أهوى بمن جايا ناجيت راجيا أن لا يقيبني وأن يوجه لي ما فاق مرجايا نويت إرضاء من صلحوا بعد انصرافي إلى أهلي وسكنايا أنت القدير الذي أرجو بقدرته حوز السيادة زدني بعد حسنايا نبذت ما كان عندي سق بكونك لي دنيا وقرى الذي ترضى برغبايا أتي المكوثي بتاعات مخلصة واكتب بقارك يا ربي غلبايا وجه بعزك لي عزا أكون به عبدا عزيزا وخلد عنك عتبايا ربيتني بالعدا رد الجميع وقدني للأحبة وحمد ربي مسعايا سقت رمدا لي ما فاق المنى كرما واجعل كتابك في الدارين مرعايا سقت رمدا لي ما فاق المنى كرما واجعل كتابك في الدارين مرعايا لي زق دواما قوت القوم تروية ورزقني وتعظم ربي سقيايا يا ذا البقاء الذي أبقيت لي عمري عبدا خديما سعيدا واحمي بقيايا إليك وجهت وجهي داعيا ملكي فليستجب كرما يا رب دعوايا نجيتني فتزدني يا رب تنجية وتعمني واحمي ما يحويه مثوايا نجيتني أنت من عودي إلى سلع فاليوم كن وعظم منك جدوايا أنت الحفيظ الذي أبغي حمايته فكن حفيظي وزد يا رب تقوايا لك انترى في كسار قد مامي يا ربي وهب لي حمدا بعد مسرايا لك جهالي زاجري فتق غرضي لعاجلا آيبا وتحمي مجرايا هب لي بكونك وهابا بلا سبب ما فاق ظني واملأ ربي مهدايا ودني بلطف وجود واكفني زلدا
لك انتهائي إلهي منك مبدايا وجاد بالسبت وجهي لك في رجب أفي الثلاثاء في شعبان ملجايا يا رب صل بتسليم على سندي محمد وبي قدني لأرجايا يا رب صل بتسليم عليه بلا عد مع الآل والأصحاب من جايا عليه صل وسلم بالجميع وكن منورا بي أزماني وأنجايا زدني علوما بكسف لا يفارقني يا من لو أشتكي ولتسكي شكوايا يا خير مغن قضى حاجي بلا كلف يا من بكونك لي فارقت بلوايا زد القصائد فيكم شاكرا لكم بها بكم وجه الكسب والآية زد القصائد فيكم شاكرا لكم بها بكم وجه للكسب والآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لنا في هذا اليوم بركات شهر رمضان وافتح لنا أبواب الجنة التي وعد المتقون بهذه الأبيات التي أخذت من حروفها بلا إغلاق عنا أبدا آمين يا رب العالمين شهر رمضان شكر الإله بالفؤاد والجسد يتلح ما من عمر الشخص فسد عباد جلات العظيم الأكرم منقادة لمبدأ التكرم ربح ما يتلو الكتاب ذا قيام به ويحيي رمضان بصيام رضا الإله عند التلاوة لهم يقود الأجر والحلاوة من قرأ القرآن بالتأدب عزمه منزله من ودب من قرأ القرآن بالتأدب عزمه منزله من ودب ضيافة القاري في الدارين ينجي فيهما من العارين أمان ميت الكتاب للجنان يقود وطيب الجنان نحو الكتاب لا يفارق الجسد والقلب ومصلح لما فسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.